حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ انا النهارده فرحانه واخيرا حققت حلمي وجبت غسالة اطباق. عايزه اقول لكم ان شاء الله الفيديو ده هنتكلم فيه عن كل حاجه تخص غسالة الاطباق دي، نوعها، كيفيه تشغيلها، المسحوق اللي احنا هنستخدمه ليها، وكمان بنشغلها ازاي، الصرف بتاعها، الحنفيه بتاعه سحب الميه. كل دي حاجات هنتكلم فيها، وبجد تركيبها كان سهل جدا. وكمان هقول لكم كمان على سعرها، وبجد سعرها تحفه ومفاجاه. اي نعم، الواحد يعني بعت اليته عشان يجيبها، بس ماشي مش مشكله، المهم نرتاح. واللي يقول لي غسالة الاطباق ملهاش لازمه، اقول له اركن انت كده بس على جنب وسيبنا احنا نتعامل. ست الكل يا ست الكل، تعالوا بقى نشوف ست الكل دي بتشتغل ازاي. بصوا بقى، اول حاجه بقى عايزه اقولها لكم، انا اشتريتها منين؟ اشتريتها من بيتك. وطبعا انا دورت كمان في كارفور ودورت في اماكن كتير علشان اجيب حاجه كويسه وفي نفس الوقت يكون سعرها كويس. فجبت الغسالة دي وكان عليها عرض، وهي نازلة تقريبا من حوالي 22,000 لحد 14,000، وبجد لباقي الأسعار وباقي الرنجات اللي باقي الغسالات يعني بتشتغل فيها. فتعالوا بقى اوريكم بتشتغل ازاي والبرامج بتاعتها كلها، وعايزه اقولكم كمان فيها برنامج نص حمول. تعالوا طيب اوريها لكم بس الاول من جوه. كمان طبعا فيها شاشه ديجيتال. طيب بصوا يا جماعه بقى، دي اصلا كده رفين، تمام. اول حاجه ده كده الرف بنحط فيه بقى، ده رف الاطباق الصغيره او المعالق او كل الحاجات اللي هي ايه، والطباق برضه بياخد اطباق بس مش الطباق الكبيره علشان ما تخبطش هنا، تمام. وده طبعا بقى رف الحلل ورف كمان الاطباق الكبيره. بنكفي كل المواعين والحاجات فيها زي ما احنا عايزين. ودي كمان بيديكي معاها الرشاقه دي بتحط فيها طبعا المعالق والسكاكين والشوك والحاجات دي، تمام. وده كمان الفلتر بتاعها علشان ان هو لو الاطباق فيها رواسب او اي حاجه ما يبوظش الغساله. وده طبعا بيتنضف كل مثلا اسبوع او كل حاجه على حسب يعني استخدامك. وده كمان المكان اللي بنحط فيه الملح. طبعا هي بيبقى ليها ملح، مش بنحط ملح مع كل غسله، طبعا بتحط مثلا كل شهر او حاجه. وكمان ده هنا كده المكان بتاع المسحوق، بنحط المسحوق اقراص، المكان بتاع الزيت، وده كمان مكان المسحوق. تعالوا بقى نشوف طريقة تشغيلها. اول حاجة بس عايزة اكلمكم عنها، اللي هي حاجة كنت يعني مسترخماها وكنت خايفة ان هي تاخد مني، تكون صعبة يعني، وتاخد وقت وتاخد مجهود وفلوس كتير. حتة الصرف، لان انا ما كنتش عاملة لها التأسيس بتاعها من البداية. لو انتي بقى زي كده وما كنتش عامله التأسيس من البدايه وعايزه تركبي غساله اطباق، الموضوع والحل بيكون سهل جدا. السباك بيعمل لك وصله من الحوض بتاع المواعين للصرف بتاعها. هي بتحتاج حاجتين بس، الصرف والحنفيه اللي بتسحب منها الميه، بس كده. والحاجتين دول بيكون سعرهم بسيط جدا وما بياخدوش اي تكلفه، وبيركبهم في حوالي اقل من ربع ساعه. فبجد الموضوع سهل ومش صعب خالص، وما تحمليش الهم من الناحية دي. تعالوا بقى نشوف طريقة التشغيل وكمان نشوف البرامج. بصوا يا جماعة، طبعا اول حاجة هنضغط زرار الباور عادي، تمام. نيجي بقى للبرامج بتاعتها. ده طبعا اول برنامج ده للأواني المتسخة جدا، يعني الحاجات بقى اللي فيها دهون وفي حاجات هتاخد وقت في التنظيف. المدة بتاعته 2:50. تعالوا بقى نشوف هنشغلها ازاي. اول حاجة طبعا هنضغط على زرار الباور كده، تمام. تشغيلها سهل جدا ومفيش فيه اي حاجة. وهنشوف بقى البرامج بتاعتها. البرامج بتاعتها بقى، اول برنامج ده للاواني المتسخة جدا اللي فيها دهون، تمام. المدة بتاعته 2:50. طيب، والبرنامج التاني للحلل والاطباق وكده، مدة الشطف بتاعته اكتر شوية من الاولاني، هو 3 ساعات، تمام.
نيجي بقى للبرنامج بقى اللي بعده، وده احسن واهم برنامج اللي هو الايكو. البرنامج ده اللي هو موفر في الطاقة، وكمان موفر في المية، وكمان بيوفر في المسحوق وكده يعني. مدته قد ايه بقى؟ مدته 3 ساعات 45. في برضو البرنامج ده مدته 1 hour اللي هو يعني ساعة. والبرنامج ده كمان اللي بعده للفناجين والاطباق المرسومة او المزخرفة او كده، يعني ان هي ما بتستحملش مية سخنة قوي. تمام. بنيجي بقى لاخر واحد ده اللي هو آه كوبايات، اطباق، اللي هي الفناجين والحاجات دي. ده مدته 30 دقيقة بس. اللي هو ده لو مثلا عندك حاجة يعني مطربة، متوسخة بسيط خالص، شطفتيها كده نص شطفة وحطيتيها في الغسالة، هو كده مدته 30 دقيقة بس كده. طيب دول كده 6 برامج اللي هم دول كده 6 برامج. طيب في كمان عليهم 2 كمان برنامجين اضافيين. ده بقى البرنامج ده اللي هو ايه بقى، لو انتي مثلا حابة تشغلي الغسالة كمان ساعتين، وليكن مثلا ساعتين، فبتظبطيها وبتحطي لها المسحوق والاطباق وكل حاجة، وبتبدأ البرنامج بتاعها وبتبدأ الشغل بتاعها بعد ساعتين زي ما انتي ظبطتيها. تمام. تمام. بنيجي برضو للبرنامج ده اللي هو الهاف ده بتقللي منه مثلا مدة البرامج اللي هي دي. لو انتي مثلا جبتي مثلا وليكن برنامج ال3 ساعات وحبيتي ان انتي تقللي منه نص ساعة، بيشتغل مع كل البرامج طبعا ما عدا الاخير، لان هو الاخير اصلا كله على بعضه نص ساعة. نيجي بقى لاهم حتة والحتة المحببة الى قلبي، اللي هي برنامج النص حمولة. برنامج بقى النص حمولة هيشتغل على الرف اللي هو الاول. تمام. وهنشغله ازاي بقى؟ هنشغله على اللي هو ايه، ال30 دقيقة دول. تمام. هنشغله على ال30 دقيقة. هو ده البرنامج النص حمولة، وبيشتغل على الرف الاول بس. بس اهم نقطة تتأكدي منها لما المندوب يجيلك ان هو يديكي شهادة الضمان، وكمان الضمان بتاعها 5 سنين ومعاه 2 ضمان ذهبي لأي مشكلة تحصل في الجهاز انتي بتستبدليها. هنا كده الشاشة الديجيتال دي علشان توضح البرامج تمام اللي احنا اتكلمنا فيها، وكمان علشان تبينلك لو في مشكلة في اي حاجة في الغسالة. يعني مثلا عندك لو مثلا في مشكلة في المية، لو في مشكلة في الزيت، لو في مشكلة في المسحوق والمسحوق قليل. طيب نيجي بقى طبعا ايه هي بقى عيوبها. عيوبها بالنسبة للغسالات التانية ان هي مثلا لما بتخلص الغسالات التانية بتفتح الباب اوتوماتيك علشان التهوية والمية اللي بتبقى موجودة في الغسالة من تحت. طيب دي مش بتفتح الباب، دي بقى لما هي بتخلص انت بتفتحي لها الباب ايه عشان تتهوى وعلشان المية اللي بتكون موجودة فيها. طيب ايه تاني؟ طبعا في غسالات تانية بيبقى فيها واي فاي، دي مفيهاش واي فاي. برضو الغسالات التانية لما هي طبعا كل غسالة بيبقى عايزة تاخد دورة نظافة ليها هي، بعيدا عن الأطباق والمواعين وكده، كل فترة، يعني مثلا كل 15 يوم أو كل شهر. طيب الغسالات التانية لما هي بتبقى محتاجة دورة نظافة بتكتبلك في الشاشة الديجيتال هنا إن هي محتاجة دورة نظافة. لا دي بقى مش بتقول ان هي محتاجة دورة نظافة، دي انتي من نفسك كده كل مثلا 15 يوم او كل شهر تعملي لها دورة نظافة، او بقرص بس من غير ما تحطي مواعين خالص. تمام. دي كده دورة النظافة بتاعتها. بس بصراحة العيوب اللي انا اتكلمت فيها دي، وكمان لسه في عيب كمان ان لما انا اشتريتها ملقتش جواها الضمان. تمام. فالمفروض ان المندوب بيجي قالولي ان المندوب هيجي هيديك الضمان وهو بيركبها. فلما المندوب جه قال لي لا الضمان هيبقى بس مكتوب على الكتالوج والكلام ده. فطبعا كلمت الشركة تاني فقالوا لي احنا هنبعتلك الضمان. طبعا انا لسه دلوقتي قالوا لي هنبعتلك الضمان، الكلام ده المفروض يبقى بكرة. فانا برضو معاكم، واي حاجة برضو هتحصل انا هكلمكم فيها، وكمان لسه هشوف برضو استخدامها ايه. وبالنسبة طبعا للمسحوق اللي انا هستخدمه، طبعا في انواع كتير بس بيبقى افضل مسحوق اللي هو الفينش.
طبعا فينش عاملة مسحوق وعاملة زيت وعاملة ملح وعاملة كل حاجة يعني. فطبعا برضو في انواع تانية، لو انتوا حابين تستخدموا انواع تانية مفيش مشكلة. وبس كده يا حبايب قلبي، ودي كانت اهم حاجات واهم نقط في الغسالة، وبجد حلوة قوي، وربنا يا رب يرزق كل اللي بيها. هتريحك وهتوفر عليكي بقى بسط العضلات اللي احنا بناخده، وهتوفر عليكي المسكنات، وهتوفر عليكي كل الحاجات دي، توفر عليكي تعب والوقت اللي بنقف نقضيه على الحوض وعلى المواعين. لا، اولادنا وبيتنا وجوزي مثلا اولى بيه ان احنا نقعد معاهم ونقضي وقت حلو وكده. وبجد كنت عايزه اعمل شويه مواعين كده عشان احطهم جواها واوريها لكم، بس الايام جايه كتير، وهعمل شويه مواعين كده حلوين واحطهم فيها، واشوف بقى ايه بنتها هتغسل ازاي وهتعمل ايه والدنيا دي، وكل حاجه هقولها لكم ان شاء الله. ويا رب يرزقكم بيها ويرزقكم بكل اللي بتتمنوه. بحبكم، وباي.